السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معكم شيري من قناة يوميات شيري وبناتها، والنهاردة معاكم في فيديو لذيذ قوي وبسيط خالص ومتواضع ويعني زي الفل، اكلة تحفة، وهي الفطار المصري الشرقي الاصيل بتاعنا. اللي هيبقى بسيط جدا ان شاء الله، وهنعمله عادي جدا ومفيهوش اي يعني تكات ولا اي حاجة. بس حابه ان انا اوريكم يعني الفطار الجميل بتاعنا. بس قبل ما ابدا معاكم ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ومعايا هنا طعميه ام سمسم جميله، والخضره اهي شكلها يشهي اصلا تتاكل حالا. ودلوقتي انا مقطعه بطاطس بحمرها اهيت اهي، حطيتها في الزيت وقربت تستوي اهيت وتحمر معانا. دي البطاطس برضو المحمره. وهنا معانا الفول اهوت هحبشه قدامكم. معلقه ملح كده، معلقه كمون حلوه كده معتبره يعني. ومعايا الزيت اهوت، ومعايا شويه خل، متستغربوش من الخل بيديله طعم. ومعايا معلقه طحينه كده حلوه، نزود تاني شويه كده اخر حاجه. ومعايا الليمون اهو اخر حاجه اهو. اهو ليمونه كامله كده يديها مزازه وطعم جميل ومفيد، طبعا كالسيوم حلو قوي فيه. كده نطعمه بشويه كزبره خضراء، بحب احطها في معظم اكلاتي يعني، مفيده جدا وفي نفس الوقت بتدي ريحه وطعم جميل. ونقلب بقى كل الحلاوه ديت، والطبق الجميل الشرقي ده بتاعنا، كباب الشرقي ده كباب بتاعنا الشرقي فطرنا اهو سخن وجميل. اتفضلوا معانا بقى يشهي كده. ومعايا جبنه اهوت هعملها بالطماطم، وهقطع خياره اهي كمان. نظبط الجبنه كده بتاعتنا تبقى فيها قيمه غذائيه عاليه من الخضار. ونحط شويه بقى بقدونس عليها كده، الجبنه بتبقى حلوه بالبقدونس قوي. وسنه زيت، سنه صغننه. ونقلب بقى الطبق الجميل دوت برضو معانا جبنه بقى كريمي، جبنه قريش، دومتي، اسطنبولي، اللي موجوده عندك او اللي انتوا بتحبوها. وادي ده كده الطبق التالت معانا، يبقى الفول والجبنه والطعميه. وهنا البطاطس هي طلعت طاسه، والتانيه هي بتتحمر برضو. ونكمل برضو فطارنا المصري الاصيل الجميل. ومعايا البيض الاومليت، هعمله اومليت اهوت. انا حطيت البيض واحط شويه نعناع بيبقى حلو قوي مفروكين كده، واحط شويه زيتون برضو اسود واخضر اهم. واحط بقى ايه طبعا ملح وفلفل وكمون، بقدونس برضو. هي شبيهه هتبقى للبيتزا بس هيبقى اومليت تحفه يعني، هيعجبكم قوي. واقلب كل ده وهنقليه في طاسه بزبده او بسمنه اللي يريحكم. داخله قوي ليه كده. وادي الاومليت اهو بتاعنا، حطيت سمنه، اللي عايز يحط زبده براحته خالص. وحطيت شويه بيكنج باودر على البيض علشان ينفش كده ويبقى ايه قابب كده وحلو. وبكده يبقى عملنا الفطار اليومي بتاعنا او الروتين بتاعنا، الفطار الشعبي الاصيل المصري الجميل. وبكده خلصنا الفطار بتاعنا المصري الاصيل الشرقي الشعبي التحفه اللي قدامكم يشهي. اكيد اكيد لما تشوفوها تبقوا عايزين تيجوا تتفضلوا معانا وتاكلوا بالف هنا.
ومعانا عملت اهو طبق برضو خيار كده وحركات وطماطم ومش عارفه ايه، والبصل طبعا، البصلايه دي ما تنسوهاش، لازم الشعب المصري ياكلها مع الفول والطعميه، والبطاطس. وهنا بقى حطيت بس كده الزوم اللي ما بيحبش مثلا فول ولا ما بيحبش حاجه معينه يكمل بجبنه رومي ولانشون وجبنه مثلثات. وهنا ده عملته لبنتي بقى علشان ما بتحبش الحركات اللي عملتها في طبق البيض الاومليت الاولاني، فعملت لها لوحده كده بس بالبقدونس. ولزوم التحليه بقى عسل بطحينه، واو الله الله على الفطار الجميل. وادي العيش قمرته بقى متقمر كمان، وبصوا القرمشه بقى اللي فيه، يعني تتشجعوا خالص انكم تاكلوا بيه الفول والطعميه مع البصل بقى والحركات دي. وادي كمان ايه، وادي الشاي بقى، كوبايه الشاي لازم اشربها بالطعميه، بحبها قوي بالطعميه والفول، لازم اعملها مع الفطار، او الاغلبيه العظمى يعني بعملها مش دايما. ويا ريت بقى تتفضلوا معانا. وطبق الجبنه التحفه ده مش قادره اقول لكم عليه، يعني فطار من الاخر بصراحه، محتاج لكم، عايزكم تبقوا معايا فيه كل حبايبي واصدقائي. متنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل وصفاتي باذن الله، وعشان يوصل لكم الفطار الجميل ده. ايه مش هتتفضلوا معانا ولا ايه؟ تشوفوه معانا وتاكلوه معانا كده بالهنا والشفا. بس وده كان وصفتنا النهارده وروتيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.